تعال افهمك بقى شكل الدوري الجديد هيبقى عامل ازاي. طلعت علينا رابطه الانديه بشويه قرارات من شويه بالنسبه للدوري الجديد سنه 2024 وسنه 2025. اول قرارات رابطه الانديه تم التعاقد مع شركه المانيه لتنظيم ووضع الدوري الجديد لسنه 2024 وسنه 2025. وتاني قرار وده اهم القرارات اللي اخدتها رابطه الانديه، المفروض القرار ده كان يتعمل من زمان، هو ان خلوا الدوري المصري بدل ما هو من دورين خلوه من دور واحد، والدور الثاني هيبقى عباره عن مجموعتين، كل مجموعه فيها 9 فرق، يعني ال9 فرق الاولانيين هينافسوا على الدوري وال9 فرق التانيين هينافسوا على الهبوط. والدوري الجديد هيبقى من 26 جوله بدل من 34 جوله. وكمان رابطه الانديه قررت ان الهبوط هيبقى فرقتين بس بدل من 3 فرق. بالنسبه بقى لقرعه الدوري للموسم الجديد لدوري 2024 2025 ده سيقام في الاسبوع الاول من شهر اكتوبر شهر 10 ان شاء الله. يبقى دوري كويس وما نشوفش مؤجلات كتير للفرق، كمان الدوري ينتهي مع الدوريات التانيه نبقى زي البني ادمين شويه. كمان المنتخب المصري يلاقي له وقت يعمل معسكرات علشان نفسنا نشوف المنتخب المصري متوج ببطوله، لان احنا بقالنا فتره ما كسبناش بطوله مع المنتخب المصري، وان شاء الله يبقى من افضل الدوريات ونرجع زي الناس دوري من دورين علشان يخلص بدري بدري علشان اللعيبه تاخد نفسها شويه. بس كده، يلا سلام.